ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده هصور الفيديو اللي وعدتكم بيه واللي اتاخرت فيه جدا، وهو دراسه في بلجيكا. لكن للاسف مش هقدر اصوره في الجامعه لان حاليا دي اجازه الدراسه. لكن انا رايح البارك، كان كويس ولذيذ، ممكن الواحد يقعد يتكلم فيه براحته، واوريكم كمان البحيره الصناعيه اللي هم عاملينها هناك، لذيذه جدا. وصلت البارك بس عشان جدا الطريق كان طويل شويه، الجو النهارده حر على غير العاده. تمام، اول حاجه عايز اقولها ان الفيديو ده هيبقى على جزئين. الجزء الاولي اللي انا بصوره دلوقتي، وده هيبقى عن الدراسه في بلجيكا بشكل عام، ولو انت جاي من دوله داخل الاتحاد الاوروبي او دوله اوروبيه. والجزء الثاني ده هيبقى ان شاء الله الفيديو اللي جاي عن الدراسه لو انت جاي من مصر او من دوله عربيه. وده لان صديقي اللي هو المفروض هيصور معايا النهارده عنده شغل للاسف، فان شاء الله ده هيبقى الفيديو الجاي. لكن في اخر الحلقه دي هرد على كل الاسئله اللي اتسالتني في الكومنتس. اول حاجه عايز اشرحها هي ازاي اصلا النظام في بلجيكا، لان النظام في بلجيكا معقد شويتين ثلاثه. بلجيكا بلد بتتكلم 3 لغات، فرنساوي، الماني، هولندي. هي عباره عن كليات بتدرس فيها وبتخلص بيبقى معاك برضو بكالوريوس عادي اللي هو عندنا، اللي هو بتخلص بيبقى معاك برضو اللي هو بكالوريوس عادي جدا، مفيش اي مشكله، حاجه معترف فيها في كل مكان في بلجيكا او في اوروبا بشكل عام. نوع الدراسه هناك بيبقى مختلف شويه عن الجامعه، لانه بيبقى عملي، اغلب شغلك بيبقى عملي. بتتعلم ازاي تعمل الشغل اللي انت عايزه، بتتعلم ايه الحاجات اللي انت محتاج تتعلمها عشان تساعدك في الشغل بتاعك. يعني لو عندك مثلا يعني انا مثلا بدرس في اكاونتنج، بدرس مثلا اكسل، بدرس وين بوكس، وده برنامج خاص بالمحاسبين هنا. بدرس كل حاجه ليها علاقه بالمحاسبه عشان تؤهلني ان انا ابدا اشتغل على طول بمجرد ما انتهي، لان من 70 ل 80% من الطلبه اول ما بينتهوا من الدراسه بيلاقوا وظيفه. نسبه مرتفعه جدا مقارنه بالجامعات اللي ما بتحتاجش دراسات كبيره زي مثلا الطب او الهندسه. السنه الثالثه من الدراسه بتبقى مختلفه شويه، لان الترم الثاني ما بيبقاش في جامعه اصلا. الترم الثاني ده بيبقى عباره عن فورماسيون. السنه الثالثه من الدراسه بتبقى مختلفه شويه، لان الترم الثاني بيبقى عباره عن فورماسيون. ده زي انترنشيب كده، لازم تلاقي انترنشيب في شركه وتروح تشتغل هناك لمده 3 شهور. وده بيبقى جزء من مشروع التخرج بتاعك، اللي هو لازم يبقى في منه جزء عملي وجزء نظري. المشروع بتاعك لازم يبقى تقريبا مثلا بيبقى حوالي من 70 ل 150 ورقه. الشركه اللي انت بتشتغل فيها بتعمل لك ايفالويشن، ده بيبقى جزء من النتيجه النهائيه برضه. ده كده بالنسبه للبراكتيكال سكول. بعد كده في الجامعه، والجامعه بقى مختلفه شويه. الجامعه عباره عن دراسه عاديه جدا، مش هتقدر تشتغل معاها اصلا غير بارت تايم، لانك هتدرس يوميا حوالي 8 ساعات. عندك مثلا في السنه 36 كتاب، دراسه روتينيه جدا يعني، اللي هي زي في اي مكان في العالم. هتلاقي عندك دكتور بقى قاعد يشرح لك في وقت طويل، كل يوم عندك دراسات قد كده، عندك كتب قد كده، محتاج ان انت تخلصها في وقت قصير، تحتاج تفرغ كبير جدا. كمان الدراسه في الجامعه ذات نفسها غير ان هي بتبقى نظري، بتبقى تكلفها اعلى. الدراسه كمان في الجامعه 5 سنين، 3 سنين برضو زي البراكتيكال سكول، وبعديها سنتين بتعمل فيهم ماستر. ما عدا الطب حوالي 9 سنين. كده وصلنا لاخر نقطتين. اول نقطه هي التنسيق، والتاني نقطه هي المصاريف. بالنسبه للتنسيق فمفيش تنسيق طبعا، لكن انت لازم تعدي امتحان اختبار قدرات. ده بيبقى امتحان اثناء الدراسه تقريبا مره في اول السنه، ولو سقطت فيه تقريبا بتعيده مره تانية في شهر مارس. وبعد كده في امتحان فرنساوي او هولندي حسب المكان اللي بتدرس فيه يعني.
بيختبروا قدراتك في اللغه الفرنسيه، يعني هل انت متقن للغه ديت، قراءه وكتابه، دي اهم حاجه بالنسبه لهم. وبعد كده يجي الشفوي. نوصل لنقطه المصاريف. المصاريف في بلجيكا حوالي 14000 يورو. هل انت بتدفعهم كلهم؟ لا، انت بتدفع حوالي 835 يورو بس. الباقي ده بيبقى كله مدفوع من الجامعه، عشان كده هم بيختبروك ان انت لازم تكون شاطر في الموضوع، لانك لو سقطت سنتين في الجامعه بتخسر الميزه ديت تماما. وهنا ما بيدوش قروض دراسيه، مش زي مثلا في امريكا او في انجلترا. بس تقريبا دي كل حاجه. مش فاكر لو في حاجه تاني. انا نسيت تليفوني في البيت اللي كان عليه الاسئله اللي الناس سالتها في الكومنتس، فان شاء الله هرجع البيت دلوقتي وارد على كل الاسئله. تمام، وصلت البيت. اول سؤال من اي محمد: الدراسه بتبقى كام سنه؟ الدراسه بتبقى 3 سنين، بعدها بيبقى فيه ماستر سنتين. تاني سؤال هو عاوزين نعرف نظامها ايه بعد الثانويه العامه في مصر وتكلفتها قد ايه. تكلفتها قد ايه انا لسه قايل في الفيديو. نظامها بعد الثانويه العامه دي ان شاء الله هتبقى في الفيديو اللي جاي، لان صاحبي هو اللي هيقدر يشرح، لان هو اللي جاي عن طريق الدراسه. لو في منحه التكلفه قد ايه، لا بصراحه ما اعرفش، تقريبا دي بتختلف من جامعه لجامعه. لكن انا ان شاء الله هدور عليها واحاول احطها. ايه سيد: الطب بكام واللغة وكده ومدى اعتمادها من مصر أو باقي الدول؟ طبعا معتمدة هنا. لو معتمدة هنا في بلجيكا في أي مكان بتبقى معتمدة. اللغة زي ما قلت هتبقى واحدة من ال3 لغات الأساسيين. بكام؟ زي ما قلت الدراسة عموما بتبقى تكلفتها غالية جدا، لكن الجامعة بتبقى حوالي 800 يورو. ممكن تزيد طبعا بالنسبة للطب وكده، لأن عدد ساعات دراسة أكتر وهتبقى عملي أكتر وحاجات زي كده، لكن مش هتبقى كتير قوي لأن في ناس بتاخدها أصلا مجانا. حسن سينا: هل الدراسة مجاني للأجانب خارج الاتحاد الأوروبي؟ وهل الدراسة بالفرنساوي منتشرة؟ الدراسة بالفرنساوي منتشرة. دراسة مجاني للأجانب زي ألمانيا؟ لا. محمد رأفت: التعليم للطلاب الأجانب بفلوس ولا زي ألمانيا؟ لا بفلوس. واللغة ايه نظامها وإيه، ولا ممكن إنجليش؟ ممكن تدرس بالانجليش، بس ده مش كل التخصصات. يعني ما ينفعش تدرس طب هنا بالانجليش، ما ينفعش. في حاجات معينه كده بتبقى مش موجوده بالانجليش، بس غالبا الباقي كله بيبقى موجود بالانجليش. يعني ما عنديش اي فكره اذا ما كان ميعاد طرح الاسئله فات ولا لا، بس انا كنت عايز اعرف هل بيرفضوا ان الطالبات يبقوا محجبات في بلجيكا، لاني سمعت ان في دول كتير بتمنع الحجاب للطلبات المسلمات اثناء الدراسه. لا، ما بيمنعوش الحجاب، لكن في مدارس بالنسبه للثانوي بتبقى متشدده شويه. لكن بالنسبة للجامعات لأ. معايا بنات كتير مغربيات وجزائريات ومحجبين. وفي الجامعة بتاعتي طلبنا مكان نصلي فيه، فقالوا لنا ان في زي كلاس كده ده مخصص بس للصلاة، بنروح ناخد المفتاح بنصلي وبنرجع المفتاح تاني، مفيش اي مشاكل. سيد احمد: الدراسة هتضمن لك الشغل بعد الانتهاء منها؟ زي ما قلت من 70 ل 80% من الناس اللي بتخلص دراسة بتشتغل على طول. كرولوس: التقديم في الجامعة في بلجيكا بشهادة الثانوية العامة بتاعة مصر تنفع؟ ولو تنفع ايه اوراقها؟ تنفع. ايه اوراقها؟ دي بتبقى محتاجة طبعا ان هي تبقى معتمدة من مصر ومختومة من وزارة الخارجية المصرية وموثقة، مش عارف تختمها من السفارة، وبعد كده بتقدم هنا عادي مفيش مشاكل. هاجر محمد: الكلية بتقبل من قد ايه من المجموع؟ وكلية فنون جميلة مجموعها قد ايه؟ مفيش يا هاجر تنسيق هنا، يعني اي حد باي درجات بيخش اللي هو عايزه، المهم ان انت تقدر تعدي امتحان بتاع اختبار القدرات بتاع الكلية ده. هل شغل المحاسبين عندك حلو؟ الراتب حد ادنى كام؟ وايه اللي يأهلني اكون محاسب ناجح؟ ارجو الرد. شغل المحاسبين هنا حلو جدا، انا بدرس محاسبة. الراتب في العموم في بلجيكا المينيمم 1200 يورو، ده الحد الادنى للاجور. واللي يأهلني ان اكون محاسب ناجح، للاسف انت عشان تبقى محاسب هنا في بلجيكا لازم تعمل دراسه هنا، لان ما عرفتش اعدل الشهاده بتاعتي هنا، وكان طلبوا مني ان ادرس من اول وجديد. فده اللي انا بعمله دلوقتي، دراسه اثناء الشغل. بس كده، دي كل الاسئله. الفيديو اللي جاي هيكون عن الدراسه لو انت جاي من مصر او من دوله عربيه. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ولو لسه عندك اي سؤال حطه في الكومنت وان شاء الله هرد عليه في الحلقه الجايه. السلام عليكم.